العبور إلى ربع نهائي كأس أفريقيا لم يعد مفروشا بالورود لصاحب الأرض والجمهور كما كان في الماضي. هنا المنتخب الجابوني يستقبل نظيره الكاميروني ولدى الأول فرصتان للتأهل، الفوز أو التعادل شرط انتظار نتيجة المباراة الثانية، أما الأسود فنقطة واحدة تحملهم إلى الدور المقبل. بداية نارية للجابون هي الأفضل لهم في البطولة بفضل انطلاقات ملك إيفونا في الجهة اليمنى وبوانجا من اليسار، أما أوباميانج فيسأل وحده عن كيفية إهدار هذه الفرصة. الأسود تخطوا اللحظات العصيبة بعد ربع ساعة ورأسية أدولف تيكو كادت تغير مسار المباراة. بعدها أرسل بوانجا صاروخا عابرا للأجواء ليرتطم بحائط الصد العملاق فابريس أوندوا لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة. عادت الجابون في الشوط الثاني محملة بعبء جديد بعدما تقدمت بوركينا فاسو على غينيا بيساو في اللقاء الثاني بينهما، فلا بديل الآن سوى الفوز لضمان التأهل. أما الكاميرون فسعت لخطف هدف ينهي آمال الجابون، وكادت تصويبات إيونغو وسياني تنهي أحلام الفهود الذين فشلوا في ترويض أندوا المتألق حتى الدقيقة الأخيرة ليقطع المنتخب الكاميروني تأشيرة التأهل الثانية إلى الدور المقبل. أما الجابون فباتت رابع دولة تنظم البطولة وتودعها من الدور الأول. أصعب شيء تم إنجازه، لا يمكن أن تتخيل صعوبة التأهل لدور ربع النهائي. في كل مباراة تلعب أمام فريق لديه الدافع للفوز، وفي كل مباراة تواجه فريقا يقاتل حتى الدقيقة الأخيرة. لقد تأهلنا الآن ونحن سعداء بذلك. مشاهدينا انضم الدقيقة 11 بعد خطأ رودي نيلسون سيلفا في بعد كرة بريدجوس ناكولما فأسكنها الشباك الغينية. أما الهدف الثاني فقد حمل توقيع برتران تراوري في الدقيقة 57.